السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه كاش ايرنينج اب جيف فيديوز. التطبيق ده مساحته 64 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بكسب المال والارباح وتحقيق دخل اضافي من خلال الانترنت. من خلال التطبيق ده بتقدر انت تحقق دخل اضافي ومكسب من خلال مشاهدة الفيديوهات، وخلال ان انت بتعمل استطلاعات رأي، وخلال ان انت بتقول رأيك في استبيانات عن تطبيقات او عن اغاني او عن بودكاست او عن اي حاجة بتكتب فيها رأيك وتعمل فيها استبيانات وتضيع فيها وقتك يعني. بتقدر من ورا الموضوع ده ان انت تحقق فلوس ومكسب ودخل اضافي يتحسب لك وينزل لك كل شهر. ده الغرض من التطبيق وده فائدة التطبيق، ان انت تشاهد فيديوهات، تشاهد اعلانات، تعمل رأيك، تقول رأيك في استبيانات، تسمع اغاني، بودكاست، الكلام ده كله وتحقق منه ارباح. مشكلة التطبيق ده انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو شفت ميزة وعيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي شخص شاهد الفيديو بعد نزوله فترة طويلة وحب يحمل التطبيق واكتشف فيه ميزة او عيب، يكتب الميزة او العيب اللي اكتشفها كمساعدة منه لأي شخص تاني حب انه يتفرج على الفيديو ويحمل التطبيق، علشان يقدر يفيده ويقدر يعني الشخص ده يستفيد من الموضوع، ان هو يعرف ان التطبيق ده تم فيه تحديث واصبح التطبيق دلوقتي بقى افضل، او اصبح التطبيق دلوقتي بقى مش كويس. عشان في بعض الناس بلاقي كاتبالي تعليقات على فيديوهات موجودة على القناة بقالها فترة طويلة، بقالها سنة أو أكتر من سنة، وتقول لي إحنا بعد ما عملنا التطبيق لقينا فيه حاجات مختلفة سواء إيجابية أو الحاجات دي سلبية. ده ببساطة لأن أنت حملت التطبيق بعد نزوله فترة طويلة. أما لو أنت شاهدت الفيديو ونزلت التطبيق بعد نزول الفيديو بيوم، بيومين، بأسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات الإيجابية والسلبية اللي أنا قايلها هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. إنما خلال الفترة دي كلها أكيد تم فيه تحديثات كتيرة فخلت التطبيق بقى مختلف، سواء بقى إيجابي أفضل أو بقى سلبي أكتر. أما لو أنت شفت الفيديو على الموجود على القناة والفيديو موجود بقاله فترة طويلة وخايف ان انت تحمله علشان ما يكونش فيه مشاكل او فيه التطبيق فيه اي حاجة، ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان، او تقول لي تكتب لي على تراسلني على الفيس او على ماسنجر على اكونت باسم مراجع برامج وتقول لي اشرح لي التطبيق وانزل لك شرح مبسط ومفصل للتطبيق، مميزات، عيوب، فايدة التطبيق، ازاي بيشتغل، ازاي بتشترك، ازاي بتلغي الاشتراك، كل حاجة عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.